مصطفى المجاهد، الكاتب الوطني النقابة الوطنية للمبرزين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. هذه الندوة الصحفية كتجي في إطار التماطل اللي جات التماطل ديال وزارة التربية الوطنية في الإطار الحوار القطاعي والحكومي اللي كان دار في المحضر ديال 26 دوجنبير. تم تسجيل مسألة مهمة، هو إحداث نظام أساسي خاص بمبرزي التربية والتكوين في أفق 2024، إلا أن وزارة التربية الوطنية لا زالت تتماطل. فعلا فتحت واحد الحوار في إطار لجنة تقنية حول الملف ديال المبرزين، إلا أن هذه اللجنة التقنية تم التوقيف ديالها ابتداء من 17 يناير 2025. هذا التوقيف هذا كان ناتج على تغيير المنهجيه اللي قامت بها وزاره التربيه الوطنيه. من بعده كيجي الاعفاء ديال الكاتب العام ديال الوزاره السي السحيمي، وهنا كيتبين بانه فعلا وزاره التربيه الوطنيه ما عندهاش النيه لحل هذا المشكل. ماشي غير هذا المشكل هذا في اطار تنزيل ديال ما تم الاتفاق عليه حول المضامين ديال اتفاق 26 دوجنبير. وزارة التربية الوطنية في آخر اللقاءات قالت بأن الملف ديال المبرزين غادي نصيفطوا رسالة من جوج ديال القطاعات اللي هو وزارة المالية والاقتصاد الرقمي وكذلك الوظيفة العمومية. إذا حنا كنعتبروا بأن هذا فيه تهريب ديال الملف لقطاعات أخرى وفيه تمطيط ديال هذا الملف هذا، وأن الوزارة ما عندها شيء النية لحل هذا الملف هذا. من هنا ندعو وزارة التربية الوطنية وخاصة وزير التربية الوطنية أنه تكون عنده الجرأة السياسية لتنزيل ما تم الاتفاق عليه، خاصة وأنه هذا اتفاق تم بين 5 ديال النقابات و3 القطاعات الحكومية تحت رئاسة رئيس الحكومة السي أخنوش. إذا في غياب هذه الرغبة ديال وزارة التربية الوطنية ديال إصدار هذا النظام الأساسي، التنسيق النقابي ديال مبرزي وزارة التربية الوطنية مبرزي التربية والتكوين قرروا الخوض في إضراب. هذا الإضراب هذا ديال 14 و 15 ماي 2025 يوم الأربعاء والخميس مصحوب بوقفة احتجاجية أمام الوزارة ومسيرة إلى البرلمان. وندعو وزارة التربية الوطنية أن تكون عندها الجرأة السياسية أنه تهبط هذا الاتفاق هذا، وأنه ما تخلفش الموعد مع نساء ورجال التعليم بشكل عام ومع مبرزي التربية والتكوين كما أخلفت الميعاد في الاتفاق ديال 19 أبريل 2011. بنان حميد، عضو السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين تابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كمبرز فكرنا في إطار التنسيق النقابي الخماسي إلى لتنظيم هذه الندوة الإعلامية لإطلاع الرأي العام على ما يلي: من إحدى بنود الاتفاق ديال 26 دوجنبير 2023 كان إحداث نظام أساسي خاص بالمبرزات والمبرزين، واللي كان في ذاك الاتفاق على أن ذاك النظام خاصو يكون في أواخر 2024. الآن 2024 انتهت والنظام ما زال لم يرى النور، ما زال هناك تماطل، علما أن هذا الملف عمر لما يناهز 37 سنة بدون أدنى بصيص من الأمل. لهذا التأخر يطرح عدة علامات استفهام، ومن بينها الإشكالات المطروحة: هل يعقل أن أستاذ يدخل باك بلس 7 وغادي يخرج كأنه باك بلس 3؟ ريان دو سبيسيال. هذا إشكال اللي مطروح. فعلا في النظام الأساسي الخاص للمبرزين سيقوم بحل عدة مشاكل مطروحة عندنا، واللي الآن ما زالت نتطلع إلى نظام أساسي خاص. وبالتالي من هذا المنبر الإعلامي أقول: ما دام أنه اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، المطلوب من الحكومة الإسراع بتنزيل هذا الاتفاق، لأن هذا التأخر هذا لا يعقل واللي استمر، والمصير ما زلنا ما عرفناش عاد النظام الأساسي إلى أين. وتحية لكم.